ايه الفرق بين الكاستمر والكونسيومر؟ امتى بقول كاستمر وامتى بقول كونسيومر؟ علشان نفهمها اكتر عايز اديلك اكزامبل شهير قوي، وهي برودكت زي برودكتس الاطفال زي البامبرز فور اكزامبل. البامبرز ده مين اللي بيكونسيوم البامبرز؟ مين اللي بيستهلكه؟ الطفل طبعا. لكن مين اللي بتوجه له الماركتنج كامبينز؟ مين الكوميونيكيشن بتكون رايحه له؟ هل الطفل ولا للكير جيفر او الام؟ لا طبعا الام. فبالتالي مين الكونسيومر هنا؟ الطفل. طب مين الكاستمر؟ الام. فانت لما بتيجي بتدرس البيهيفير، بتدرس البيهيفير بتاع الكونسيومر اللي هو استهلاكه قد ايه، بيستخدم ازاي، وايه الشيء المريح ليك ككونسيومر. اسئله كتير ممكن تخليك تفهم اكتر يعني ايه كونسيومر. انما الكاستمر هو الشخص اللي انت بتوجه له الكوميونيكيشن، متخذ القرار بالنيابه عن الكونسيومر. طبعا في بعض البرودكتس الكونسيومر بيكون هو الكاستمر، بس في البرودكتس اللي فيها فرق لازم تكون فاهم الفرق عشان تدرس البيهيفير بتاع الكونسيومر وتعرف ازاي تقنع الكاستمر متخذ القرار انه يشتري البرودكت ده للكونسيومر بتاعك.